طبعا احتراما للدولة واحتراما للقضاء المصري، طبعا في اتوبيسات كتير من الشباب اللي زي دول اللي هم لاعبين الكاراتيه والرياضة في مصر، وكانوا عايزين يكونوا موجودين في اتوبيسات اكتر واكتر. بس انا احتراما برضه للدولة عشان ما حدش يقول تجمعات ومظاهرات، برضه انا راجل بحترم القانون، والشباب دي لوحدها عشان ما يتكررش زيهم يوسف ويوسف ويوسف. انا واقف الوقفه دي النهارده عشان خاطر اكلم معالي رئيس الجمهوريه اب كل المصريين، اقول له انا عايز القصاص لابني، انا عايز القصاص لابني عشان ما يتكررش نفس الموضوع تاني. احنا مش في دوله كل يوم هيكون في يوسف ويوسف ويوسف، في قضاء مصري نزيه، في عندنا رئيس جمهوريه بيضرب بيد من حديد، قال هذبح كل واحد يجي جنب زهره من زهور مصر. احنا يا ريس بنستغيث بيك النهارده بحاجه واحده، جميع المتواطئين اولهم وزير الشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه المسؤول الاول عن الرياضه في مصر بدوره، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه اللي ضرب بعرض الحائط جميع القوانين في مصر، الراجل المهمل، الراجل الفاسد، الراجل اللي سبب في قتل شاب كان داخل الكليه الحربيه السنه دي، الراجل متفوق دراسيا وعلميا، الراجل اللي حافظ كتاب الله، الراجل اللي كان بيئم بالناس. هل هذا مصيره بسبب واحد زي محمد محروس الدهراوي المتواطئ ضد قتل شباب مصر؟ هل هو هذا العدل المطلوب في دولة القانون، في دولة جمهورية مصر العربية أعرق دولة في التاريخ؟ هل يصح أن يكون عندنا فاسدين من غير ضرب يد من حديد مثل رئيس الجمهورية؟ هل محتاج في مصر يكون في 120 مليون اسمهم السيد عبد الفتاح السيسي كل واحد يقوم بدوره في الدولة؟ الرئيس كفايه عليه اللي هو بيحارب بيه بره الدوله، المفروض المسؤولين جوه الدوله كل واحد يشوف شغله. الدكتور اشرف صبحي موظف في الدوله، دوره ما بيشرحش قوانين، الرئيس بيقول عايزين نشرع قوانين عشان نحافظ على شباب مصر اللي هم مستقبل الامه، المفروض ان هو يطبق القوانين دي. دوره تنفيذي ورقابي، هو اخل بكل شيء في وظيفته، والناتج عن الاهمال بتاعه اهو يوسف اللي كان عايز يسلم على رئيس الجمهوريه ويبقى ظابط، المفروض السنه دي يبقى في الكليه الحربيه. جزاته ان انا اخدت ابني من اسكندريه رحت دفنته. فين القصاص؟ انا عايز يا دوله حد يطلع يقول لي فين القصاص؟ انا دلوقتي موجود في دوله العدل، انا عايز قضاء الله. يا معالي القاضي، يا معالي المستشارين، مفيش حجاب بينكم وبين ربنا اسمه الحكم العدل، وانت سيادتك هتطبق العدل بتاع ربنا لان انت بتمثل اسم العدل في الارض. انا مش عايز غير حاجه واحده، القصاص، عشان خاطر كل من تسول له نفسه ما يبقاش فيه يوسف ويوسف ويوسف. انا قلت رسالتي، السلام عليكم. شويه عشان